استمرت القيمة التسويقية لبعض اللاعبين المغاربة في الارتفاع بعد تألق مع فرق في الدوريات المحلية، بحيث ارتفعت القيمة السوقية لبعض اللاعبين ارتفاعا كبيرا بعد التألق في كأس العالم قطر 2022. ونشر موقع ترانسفور ماركت المختص في تحديد قيمة اللاعبين بسوق الانتقالات تقاريرا عن أغلى 10 لاعبين مغاربة من حيث القيمة السوقية من الذين يلعبون بالدوريات الأوروبية. ويتصدر النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان القائمة، كما أنه أصبح أغلى لاعب عربي هذا الموسم مناصفة مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول. ونستعرض لكم في هذا الفيديو على قناتكم ستاديوم أغلى 10 لاعبين مغاربة بحسب قيمتهم السوقية لسنة 2023. في المركز الأول نجم المنتخب المغربي ونجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي بقيمة 70 مليون أورو. وعرفت القيمة التسويقية لحكيمي ارتفاعا كبيرا بعد تألقه الموسم الماضي مع فريقه الباريسي، وازدادت في الارتفاع بعد قيادة المنتخب بلاده للمربع الذهبي للمونديال. في المركز الثالث صخرة الدفاع المنتخب المغربي نايف أغرد لاعب نادي ويست هام يونايتد الذي أثبت جدارته في الدوري الإنجليزي سريعا، وتبلغ قيمته التسويقية 32 مليون أورو. وبعد تألقه مع مغامرة أسود الأطلس أصبح تحت الأنظار العديد من الأندية الإنجليزية الكبرى. في المركز الثالث لاعب نادي بايرن ميونخ نصير المزراوي بقيمة 28 مليون أورو، وكان انضم إلى الفريق البافاري في الصيف الماضي قادما من نادي أياكس أمستردام الهولندي، كما أنه ساهم في الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في مونديال قطر. في المركز الرابع محبوب الجماهير المغربية وحاكم وسط الميدان سفيان مرابط لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي، الذي كان قريبا من حمل قميص برشلونة في الميركاتو الماضي، وهو أكثر من ارتفعت قيمته التسويقية بعد المونديال، وتبلغ قيمته حاليا 25 مليون أورو. في المركز الخامس حكيم زياش نجم المنتخب المغربي ولاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، وعرفت قيمته التسويقية ارتفاعا بعد المونديال بقيمة 18 مليون أورو بعدما انخفضت في بداية الموسم، بحيث كان حديث دكة الاحتياط في نادي البلوز هذا الموسم. في المركز السادس صانع أفراح المنتخب المغربي أمام منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 بعد تسجيل هدف الانتصار برأسية رائعة، يوسف النصيري لاعب نادي إشبيلية الإسباني، وقيمته التسويقية حاليا 15 مليون أورو. وتشير تقارير صحفية أن قيمته سترتفع إلى 40 مليون أورو مع نهاية الموسم بعد تألقه في الآونة الأخيرة. في المركز السابع مفاجأة المونديال أزدين أوناحي لاعب نادي مارسيليا الفرنسي، الذي أبهر متابعين الساحرة المستديرة في الملاعب القطرية رفقة أسود الأطلس. هو أيضا ارتفعت قيمته التسويقية بشكل كبير بعد كأس العالم، وتبلغ 15 مليون أورو مناصفة مع مواطني يوسف النصيري. في المركز الثامن نجم نادي مارسيليا أمين حارث صاحب 25 عاما، رغم أنه غاب عن المنتخب بلاده في نهائية كأس العالم قطر 2022، إلى أن قيمته التسويقية ارتفعت مع بداية الموسم بعد تألقه مع فريقه الفرنسي، وتبلغ 14 مليون أورو. في المركز التاسع نجم الفريق الأندلسي الحارس ياسين بونو، الذي كان له دورا كبيرا في قيادة المنتخب المغربي للمربع الذهبي واحتلال المركز الرابع في كأس العالم لأول مرة في تاريخ الكرة المغربية، ورغم تألقه في المونديال إلا أن قيمته السوقية انخفضت إلى 12 مليون أورو بسبب تلقي أهداف كثيرة مع فريقه إشبيلية هذا الموسم. في المركز العاشر ضابط إيقاع الجديد للمنتخب المغربي الشاب بلال خنوس لاعب نادي جينيك البلجيكي، وعرفت قيمته التسويقية ارتفاعا صاروخي بعد المشاركة في مونديال وتألقه في مباراة البرازيل الودية، وتبلغ قيمته التسويقية 11 مليون أورو بعدما كانت سابقا تبلغ 4 مليون أورو قبل كأس العالم.